الزبالة وين بتكبها؟ إذا بتكبها بقلب الحاوية طلع الفيديو مو لك، ولكن إذا بتكب الزبالة بالشارع فهذا الفيديو كتير مهم لك. يا حبيبي اليوم كلياتنا بدنا بلدنا تتطور تصير من أفضل بلدان العالم، ولكن إذا نحن كلياتنا ما تكاتفنا للأسف هذا الشيء رح يصير كتير صعب ورح ياخد وقت كتير طويل. نحن صح إنه في شغلات لازم الحكومة هي تعملها، ولكن الحكومة لحالها ما بتقدر تبني بلد كامل وبسرعة، رح يصير الطريق عليها كتير طويل إذا نحن ما ساعدنا بهذا الشيء للأسف. يا حبيبي اليوم أنت إذا عم تاكل بسكوتة بالطريق ما في داعي تكبها بالأرض. لما يشوفك ولد صغير عم تكبها بالأرض الولد رح يصير يكب الزبالة بالأرض. بس بدي أسألك، أنت ببيتك بتكب الزبالة بالأرض؟ أكيد لا. فبيتك نفس الطريق. الطريق هو بلدك اللي هو بيتك الثاني، وبيتك هو بيتك اللي انت عايش فيه. مثل ما عايش ببيتك بتحبه يكون نظيف، لازم تخلي بلدك كمان نظيفة. يا حبيبي ما في داعي نكب كيس الزبالة من البلكونة، مننزله ومنروح منحطه بالحاوية، مو منحطه على راس الحارة تتجمع الزبالة فوق بعضها. انت حطيت كيس وجارك حط كيس وجارك الثاني حط كيس، صار في عندك تلة زبالة. هي تلة الزبالة جابت امراض، جابت حشرات، انت يمكن ينزل ولد من اولادك يمرض يلقط مرض من وراء هي الزبالة. يا جماعة الخير، النظافة ثم النظافة ثم النظافة. والله العظيم نحن إذا ما حافظنا على نظافة بلدنا للأسف هذا شيء جدا سيء كصورة عامة علينا. حافظوا على نظافة بلدنا. بلدنا بلد كتير حلو، ولكن لازم نحافظ على نظافته. طبعا الحكومة عم تشتغل جزاهم الله كل خير، ولكن الحكومة مثلا اجت شالت تل الزبالة رحلته، بعد 3-4 ايام رجعوا كومتوا تل زبالة تاني. طب شو استفدنا؟ رجعت مثل ما هي. فكرمال هيك لازم نحن نحافظ على نظافة بلدنا. وسلام. هذا الفيديو بعتوه لكل واحد بتعرفوه بكب الزبالة بالشارع. حرام والله ما بجوز.